وصف بالتكفير لشخص متورط في العملية الإرهابية الواقعة بتاريخ 16 من فبراير الماضي أوجبت وفق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محاصرة للمنزل بمنطقة أولاد مناع من ولاية جندوبة فجر اليوم. ويضيف أن المحاصرة دفعت بالمجموعة إلى رمي قنبلة على الأعوان وإطلاق رصاص بكثافة، فأصيب أمنيا 2 بجروح. بعدها قتل كل أعضاء المجموعة الثلاثة، أي المتورط ومن يأويه وشخص ثالث مجهولة هويته يرجح أن يكون جزائريا، وأوقف 6 آخرون لهم علاقة مباشرة بهم، وحجزت كمية من الأسلحة والوثائق الشخصية. أنا قلت راهي مرتبطة بعملية ولاد مناع، هذوما العناصر الإرهابية اللي قامت باغتيال الشهداء الحرس الوطني والعون تاع اللي دار عمل السجون والسلاح والمواطن. بطبيعة الحال معناها كانوا موجودين غادي، والعملية راهي كانت محل متابعة منذ مدة، وكانت تحركات العناصر الإرهابية ذي محل متابعة لنا. عملية سيدي بوزيد جدت حسب التقديرات بعد منتصف ليلة أمس بعدم امتثال راكبي السيارة إلى إشارة أعوان الحرس الوطني، فوقعت المطاردة على امتداد مسافة طويلة، وجرى إثر ذلك تبادل لإطلاق النار أدى إلى جرح عونين من الحرس الوطني. وقع حجز السيارة وحجز هواتف جوالة ووثائق في هذه السيارة. زوز عناصر هما زوز عناصر إرهابية عندنا الهويات نتاعهم، هما معناها عناصر تكفيرية وكان عندها سوابق في التهريب. وقع منذ قليل إلقاء القبض على أحد العناصر المرتبط بالزوز عناصر ذوما. ونقل الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن معلومات خطيرة وردت على الوحدات المختصة تفيد بوجود خلية إرهابية تشرف على معسكر تدريب في منزل نور بالمنستير، ما أوجب التدخل طبقا للقانون وبعد استشارة النيابة العمومية في تونس والمنستير وبعد تسلم الأذون الكتابية. تدخل أسفر عن إلقاء القبض على 11 شخص أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ ب7 منهم. عنا من الأدلة ومن الوثائق ومن الصور تفيد وجود هذا المعسكر اللي حاولوا انهم يتدربوا فيه قبل تسفير الشباب الى سوريا. وزارة الداخلية جددت تأكيدا في دحيها على كل الملاحظات شرط خلوها من كل توظيف سياسي ومراعاتها المصلحة العليا لتونس، ودعت على لسان الناطق الرسمي باسمها ممثلي وسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى دعم جهود القوات الأمنية في التصدي للإرهاب. ونعود في النقل التالي إلى تفاصيل عملية تعقب المجموعة الإرهابية بجندوبة، والتي أسفرت عن مقتل 3 من عناصر هذه المجموعة وجرح عنصرين من قوات الأمن الوطني. دماء على الأرض وآثار إطلاق نار على هذا المنزل. تقف شاهدا على حجم المواجهات التي جدت فجر اليوم بحي عزيز بمدينة جندوبة بين أعوان الأمن ومجموعة إرهابية، وأسفرت عن مقتل 3 عناصر إرهابية وجرح أعوان الأمن بجروح متفاوتة الخطورة. وقد أكد شهود عيان إلقاء القبض على عدد آخر من عناصر هذه المجموعة، من بينهم عناصر نسائية. ما خرج حتى واحد من الدار، خاطر يعني الدنيا ظلمه، ما نجمش باش يخرج حتى واحد من الدار، خاطر يخاف على روحه الانسان باش يخرج كارطوش وواحد ما نجمش يخرج، فهمت. وقلت لهم انا مول بقي شدوهم وفهمت والحمد لله يعني كي شدوهم يعني باش خرجت الحومه بسلاميات والحمد لله يا ربي. الحادثة ألقت بظلالها على سكان الحي الذين عاشوا ساعات من الرعب والفزع قبل أن تكشف ملابسات الحادثة صباح اليوم. ما حكيت الأربعة الحاكم بدا معناها ضرب الكرتوش، نتجارى ونتسكروا، فنحن ديجا بيباننا مسكرة، قمنا زلنا نتفقدوا، احنا في بالنا حاجة معناها بسيطة، لكن بعد الكرتوش قوية برشا، فهمتني. ليلة رعب كبيرة وما رقدناش لا احنا لا صغارنا لا حتى حد. وقد تم توجيه المصابين إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، فيما تم نقل جثامين القتلى إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتحديد هوية هذه العناصر الإرهابية. وفي سيدي بوزيد أدى تبادل إطلاق نار بين طلائع الحرس الوطني وعنصرين إرهابيين على متن سيارة في حدود الساعة 2 من صباح اليوم إلى إصابة عونين من الحرس الوطني، وقد تم حجز السيارة التي استعملها الإرهابيان، وتم العثور داخلها على مجموعة من الهواتف والوثائق.
تحولت عملية ملاحقة أمنية لسيارة تهريب وفق رواية أهالي منطقة زعفرية من ولاية سيدي بوزيد إلى تبادل الطلق الناري بين الوحدات الأمنية والعناصر الفارة. رواية بعض أهالي المنطقة تشير إلى مبادرة أصحاب السيارة الهاربة بإطلاق النار على الأمنيين وذلك بالقرب من وادي الفكة. نحن منطقة الزعفرية لا عندنا إرهابيين لا عندنا حتى وكان ثم حاجة نحن بالعكس ديما نجو ضد الإرهابيين. الكناطرية هذه الطريقة البيست هذا الكناطرية جملة تجيب فيه يجيبوا بير حواجبية يجيبوا منها طريقة لسيادة تاع سيدي بوزيد وثم طرقات كل تاع ناس تتعدى فيها. الكناطرية تاع شنو؟ كل شيء مزوت من كل شيء. نحن نديروا عليهم ما نديروش. وابل الرصاص الذي أفاقت عليه صبيحة هذا اليوم أحواز سيدي بوزيد تسبب في إصابة عوني أمن بالذخيرة الحية بينما تم احتجاز سيارة بداخلها عدد من الهواتف الجوالة القارة وسط تكتم أمني للإدلاء بأي تصريح بخصوص هذا الموضوع باعتبار العملية لا تزال متواصلة. تحولنا إلى مستشفى حبيب بورقيبة بصفاقس للتعرف على الوضع الصحي لعون الأمن المصاب. أضرار في الجلد وفي الشيرة اليسار مع حروق وفيها أضرار زاد في الرية. روزمو اللي هو القلب نتاعو ما تمسش كانت أقل حاجة تجم تمس وكون وقت الوفاة حتمية. ويذكر أن طريق زعافرية الرابط بين سيدي بوزيد وبير لحفي والطريق الرئيسية رقم 3 يعد مسلكا لسيارات التهريب القادمة من الجنوب التونسي.